لكن لقيت حاجة غريبة خلتني ألبس بسرعة أي لبس وأسيب البيت فورا. سجادة الصلاة مش موجودة. أنا يا دوبك رحت عشان أدور على شمعة أنور بيه الشقة، لكن موضوع إن أرجع وما ألاقيش سجادة الصلاة ده قلقني جدا. طول الشارع وأنا ماشي بفكر إزاي ممكن تختفي، لدرجة إني شكيت إني ممكن ما أكونش حطيتها أصلا. ولما وصلت البيت عم أيوب أول الشارع سمعت برضه صوت الخناقة بين الجيران، والمرة دي الصوت كان مالي المكان. ولما بطأت رجلي شوية أعرف سبب الخناقة إيه المرة دي، كان عشان إنهم سابوا القط في الشارع. المرة اللي فاتت كانوا بيتخانقوا علشان القط ما يفضلش في البيت. فكرت في عقل بالي هما كانوا متخيلين هيكون القط فين لو مش في البيت معاهم، ما أكيد هيكون في الشارع. وفعلا شفت قط تحت البيت. شكله ما كانش قط شارع، كان قط كبير ولونه اسود، ساند رجليه على الارض وباصص قدامه. ما افتكرش ان لو كنت فكرت اني هشه كان هيتحرك من كتر ثباته. كملت ماشي للشغل وحاولت انسى في الطريق كل اللي حصل، ونسيت برضه ان امي واختي المفروض يرجعوا النهارده من السفر. اليوم ده دخل عليا مديري وطلب مني اني اسيب كل اللي في ايدي عشان اخلص تقارير مهمه. خليت الموبايل على وضع عدم الازعاج عشان اركز اكتر، لكن يا ريتني ما عملت كده. بعد 4 ساعات تقريبا من الشغل في التقارير رجعت للموبايل تاني عشان الاقي ان امي اتصلت بيا اكتر من 25 مره. قلقت جدا وكلمتها فورا، وعرفت انهم في المستشفى. اختي هيتعمل لها غسيل معده لانها اكلت من التورته اللي كنت سايبها في التلاجة. سبت اللي ورايا واللي قدامي بسرعه ورحت للمستشفى عشان اطمن على اختي. لقيتها في اوضه العمليات، وامي بره الاوضه بتقول لي احنا رجعنا بدري يومها وقلت اعمل لك لقمه ترجع تلاقينا في البيت وتتغدى معانا. فضلت ساكت بحاول اجمع وعايز اطمن. واحنا واقفين خرج الدكتور من اوضه العمليات ووشه كان باين عليه الاجهاد، وسأل مين اللي مسؤول عن اختي. بعد الكلمتين دول قلقت اكتر ورديت بسرعه انا اخوها يا دكتور، ايه الاخبار؟ بصلي وطبطب على كتفي وقال لي اطمن، اختك هتبقى كويسه، لكن لازم ترتاح في المستشفى يومين نقاها، وممكن حد فينا انا او امي يقعد معاها كمرافق. حقيقي ما كنتش ناقص اسمع اي خبر يقلقني او يرعبني اكتر من كده. طلبت من امي انها ترجع البيت وترتاح من السفر، لكن طلبت انها تكون مع اختي. والحقيقه انا ما كنتش عايز ارجع البيت، مش بس عشان اطمن على اختي، لا كمان عشان كل اللي حصل الفتره اللي فاتت. من غير كلام كتير سبت امي حسب رغبتها تكون جنب اختي في المستشفى، واخدت طريقي في الرجوع للبيت. وانا راجع افتكرت اكتر من موقف: الطيف، عم ابراهيم وايامه الحلوه، التورتايه، والقط الاسود، لحد ما وصلت لاول شارعنا وبصيت بنظره عميقه ناحيه بيتنا اخر الشارع. وقتها جه حد من ورايا وخبط على كتفي. التفت بسرعه في رعب، لقيته عم ايوب، واستغرب ان اتخضيت جدا من لمسته. حكيت له على اللي حصل، من اول ما لقيت التورتايه قدام باب الشقه لحد ما سبت باب المستشفى، كل ده واحنا واقفين قدام بيت عم ايوب. ومن بعيد لمحت القط الاسود اللي كنت شفته اول اليوم وانا رايح الشغل، تجاهلته تماما وكأنه مش موجود. طمني عم ايوب بكلامه، الناس الكبيره اغلب الوقت بيكون كلامهم مريح. سألته عن الخناق اللي بسمعه من الجيران عنده في البيت، وليه كل يوم الصبح كده بيتخانقوا، اكيد هيكونوا مصدر ازعاج. استغرب عم ايوب من كلامي وبصلي بصه غريبه، وقال لي مفيش حد ساكن في العماره من اكتر من سنه،